احيانا تاتيك الرساله ايه او حديث مكتوب في الشارع، تلاقي واحد ماشي وعامل تيكت كده، يشيله ويحط الايه ويمشي، هو خلاص هو على كده. كام واحد بقى هيقراها الايه دي؟ هو اللي هيقراها ده يحسن، ما تعرفش انت، خلي بالك انت في حاجات بتعملها وبتسيبها وبتنساها، ربنا ما نساهاش، وتغير بيها ناس من وراك من غير ما انت ممكن تغير ناس بشكلك وانت ما تعرفش، بلحيتك وانت ما تعرفش، باستقامتك وانت ما تعرفش. ناس تشوفك نازل الفجر يقول لك بص سبحان الله ايه ده، تلاقي فرح مثلا واغاني ورقص وحلفهم في الشارع، تقول لك بص امبارح ده كان مقضيها هنا، بص سبحان الله ما بمشيش من الشارع. انت ممكن تكون بتهدي ناس وانت ما تعرفش، خلي بالك. فممكن تشوف آية على الجدار. أحد المغنيين بيحكي قصة، بيقول إيه؟ بيقول كنت أغني في البارات، بارات وخمارات وراقصات وليلة سودة أهو. بيقول كل يوم أرجع قبل الفجر أخش الشارع بتاعي، على أول الشارع واحد حاطط يافطة لازقة صغيرة كده مكتوب ويحذركم الله نفسه. هو بيقول اسمه حاجة الشربيني مش فاكر، بيقول والله اجي كل يوم مخمور، ما فيش يوم دخلت الشارع الا لما عيني تيجي على الايه، لازم اشوفها، وكل مره ما اكبر دماغي ابص لها كده وامشي. هيسجد قلبه بقى، خلاص هتجيله مره، خلاص هو مره معدي مخمور شافها خاف، رجع تاب بقى اصبح الشيخ فلان. تعرفش انت ما تعرفش. مغني تاني مشهور جدا كان بادئ مع ناس مشهورة جدا، وربنا ابتلاه بالسرطان في زوره، في الحتة اللي بيغني بيها، وخبيث. دعا ربنا قال له يا رب لو خفيت انا من الموضوع ده انا هبطل الغنى. ربنا شفاه تماما منه، اصبح الشيخ مش عايز اقول اسمه، اصبح شيخ مشهور وبيجي في قنوات ومحبوب ولسانه طيب وجميل ومشهور وزي الفل. سبحان الله، انت ما تعرفش اهو المرض اللي خلاه الشيخ، فاهم؟